أكيد سألت نفسك في يوم إحنا ليه بنتعلم؟ وبرضك ليه التعليم بياخد كل الوقت ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. معاكم أخوكم عمار محمد. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب تعليق وشير عشان غيرك يستفيد إن شاء الله. الحلقة ديت إن شاء الله النهاردة هنجاوب فيها عن السؤالين اللي اتسألوا. حضر كده كوباية القهوة بتاعتك. الحلقة هتكون دسمة شوية وهيكون فيها كذا حاجة، وهحضر ورقة وقلم برضك عشان تكتب الفوائد. حضر كذا حاجة، وعشان ما نطولش في الموضوع يلا بينا. ليه بنتعلم؟ لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، سواء كنت أنت ذكر أم أنثى. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا كذكر وكأنثى بالتعلم. وطيب إيه الدليل بتاعي؟ الدليل بتاعي إن أول آية نزلت في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اقرأ. أول آية نزلت بالوحي وهي اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا، وهذه أول آية نزلت في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأيضا قال وهو أصدق القائلين: ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. العلم هنا أو طلب العلم هنا لم يقصد به طلب العلم الشرعي فقط، ولكن طلب العلم الدنيوي أيضا. كل ده حث على التعليم. أولا احنا هيجي معانا قدام برضو احنا ليه بنتعلم في فقرة تانية خاصة. ديت الفقرة الأولى اللي احنا بنتعلم من الكتاب والسنة. هيجي معانا برضو بعض الأشياء في ليه بنتعلم، وبرضو في الآخر خالص إن شاء الله هسيب لك كذا كتاب تقرأهم. لو أنت شخص عايز تعرف إزاي تطلب علم صحيح هسيب لك كذا حاجة تحت في المصادر إن شاء الله بإذن الله، أسماء كتب، وهقول لك عليهم في الآخر، وهسيب لك لينك التحميل بتاعهم أو لينك الشراء بتاعهم تحت في الديسكريبشن. ليه التعليم صعب؟ السؤال بيرد على كل طالب علم. ليه التعليم صعب؟ بص يا صديقي، لو انت جيت سألت اي حد ناجح ايه سبب نجاحك، هيقول لك ان تعب كتير جدا، وهيقعد يسرد لك اسباب كتيرة عشان يوصل للي هو وصل له حاليا. وطبعا اول حاجة فيها صعوبة طلب العلم. هتلاقيه دايما يقول لك انا كنت بواجه صعوبة في طلب العلم بتاعي عشان اوصل للي انا فيه. لكن احنا مش بنشوف الا النجاح. احنا عامة مش بنشوف الا اخر حاجة كده، الحاجة الحلوة اللي احنا بنشوفها. احنا بنشوفش الا النجاح بس، لكن ما بنشوفش تعب، ما بنشوفش سهر ليالي، ما بنشوفش اي حاجة تانية خالص غير النجاح فقط. هو اللي وصل له انت ما شفتش منه الا اللي وصل بس. هل انت شفت هو بيذاكر طول الليل؟ هل انت شفت هو سهران طول الليل؟ هل انت شفت هو نازل في دروسه في عز الشتاء؟ لا. عشان كده احنا ما بنشوفش الا لحظات الوصول فقط. بمعنى يا صديقي ان عشان انت توصل للي انت عايزه انت لازم تتعب، لازم يكون في تعب. عشان كده احنا بنقول للتعليم صعب، ولازم تضحي عشان هتضحي بنومك، هتضحي باوقات فراغك، هتضحي باصدقائك في وقت الفسح والخروجات، هتضحي بكذا حاجه. وعايز اقول لك برضك حاجه يعني كويسه جدا انا واخدها يعني اساس في حياتي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عليه: كمالات الدنيا كلها لا تنال الا بحظ من المشقه، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. عشان توصل لأي حاجة، أي حاجة حلوة بقى في الدنيا، قيس عليها عربية جميلة، زوجة صالحة، بيت جميل، أي حاجة في حياتك، منصب عالي، تمسك أي حاجة، معيد في كلية، دكتور في الكلية، أي حاجة لازم هتتعب. عمرك ما هتعرف توصل للكماليات بتاعت الدنيا إلا لما تتعب. عشان كده التعليم صعب، لازم تتعب، حطها ضروري. ابن القيم برضك بيقول: وقد استقرت حكمة الله سبحانه وتعالى
أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر والتحمل على المشاق. لازم تصبر، لازم تصبر على طلب علمك، لازم تصبر على السهر، لازم تصبر على كل حاجة، لازم تصبر على نزولك في عز التلج الساعة 7 الصبح وانت رايح كلية، رايح درس، رايح تطلب أي حاجة، تقعد مع شيخ الساعة 12 بالليل يعلمك مسألة، يديك مسألة. لازم تصبر. عمر ما هتوصل لأي حاجة إلا لما تتعب. مش هتوصل لأي حاجة خالص غير لما تتعب إن شاء الله. فأكيد أكيد لازم تتعب يا صديقي. كل العلماء والناجحين ربطوا بين التعب والنجاح. مفيش حد ناجح ما تعبش. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: أجمع عقلاء كل أمة. حط تحتها 100 خط بقى من أول هنا كده، لو عايز تكتب اكتب برضك اللي فات. أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تدرك بالراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة. هو لم يقل علماء المسلمين، ولم يقل يعني إيه، هو قال لك العقلاء اللي عنده عقل، اللي عنده عقل أجمع على أن النعيم مش بيوصل إلا بالنعيم. يعني عمرك ما هتوصل للنعيم بالنعيم. طول ما أنت في نعيم عمرك ما هتعرف توصل للنعيم. بالراحة عمرك ما هتعرف توصل لها بالراحة. لذلك يجب عليك أن تتعب. لذلك التعليم والنجاح صعب. لذلك يجب عليك أن تتعب. شوف كم مقولة احنا قلناهم، 3 4 مقولات. لو تعرف تكتبهم وترجع للفيديو تاني تكتبهم هيكون أفضل إن شاء الله. احنا قلنا إيه؟ يعني عشان تنجح، عشان توصل للنجاح لازم أن تتعب. النقطة ديت بقى هي النقطة اللي بتقتل أي طالب علم، وبتقتل أي حد ناجح، وبتموته. ألا وهو الفراغ. فراغك هو السم الذي يقتل طالب العلم. ده السم اللي في حياة طالب العلم، ده التعبان اللي في حياة طالب العلم، ده الفراغ، ده الدمار الشامل بتاع طالب العلم. طيب، عن ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. يعني هو لا بيعمل حاجة في الدنيا ولا حاجة لها متعلقة بالآخرة. وقت فراغك حاول تخليه تنمية. يعني بمعنى إيه تنمية؟ تنمي بيه مهاراتك، تنمي بيه تعليمك، تستفاد بيه في أي حاجة، تخليه تحصيل للعلم. يعني وليس وقت للتصفح بالسوشيال ميديا. انا هسيب لك حلقه اللي احنا اتكلمنا فيها، لو انت ما شفتهاش ارجع شوفها، بتاعت ادمان ام عاده، هتلاقيني سايبها لك هنا او هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث ده خطير جدا، خطير بمعنى الكلمه. يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الحديث ده تفسيره وعملت عليه حلقه كامله برضك، هتلاقيني سايبها لك هنا او هنا. يعني انت دلوقتي عندك حلقتين، لو ما سمعتهمش روح اسمعهم، مهمين جدا. تمام. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقت فراغك مهم جدا جدا جدا. تقدر تستغله ان انت تسمع كورس، تقدر تستغله ان انت تقرا فيه في كتاب يفيدك، تقدر تستغله ان انت تنمي فيه مهاراتك، تقدر تستغله ان انت تحفظ فيه قرآن، تقدر تستغله ان انت تشوف فيه اي حاجة مفيدة، تتعلم فيه برمجة، تقدر تشوف اي حاجة مفيدة تنفعك، اذا كان في امر دنيتك او كان في امر اخرتك. يعني وقت فراغ ده كنزك. انت بعد ما تتجوز مش هتلاقي وقت فراغ. انت بعد ما تتجوز مش هتلاقي وقت فراغ، حاول تستغله. تمام. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه: لفظ الرياضه بينقسم ل3 انواع. رياضه البدن وهي بالحركه والمشي، ورياضه النفوس ويكون بالاخلاق الحسنه، ورياضه العقل. والعقل ليه رياضه؟ ايوه هقول لك ليه رياضه. بمعرفه علم نافع، ان انت تستنفع بعلم، والتدقيق في العلوم، اللي انت تدقق في العلوم، والبحث في الامور الغامضه. دي رياضه الاذهان، يجب علينا ان نمارسها كلها. استغل عمرك فيما ينفعك. تمام. وحاول ما تخليش السوشيال ميديا ووقتك كله منصب على حاجات لا تفيدك. اهميه طلب العلم. طبعا احنا لازم تعرف ليه احنا يعني اهميه طلب العلم بقى. يعني ديت كانت المفروض تتحط بدين متعلم، بس انا حاطط لها فقره لوحدها عشان مهمه، مهمه جدا. اولا تهذيب النفس. طلب العلم بيعمل على تهذيب نفسك، يعني بيخليها كده ايه، شخص خلوق،
تبقى شخص خلوق وشخص هادي وشخص راسي وشخص عاقل، تبقى كده من جواك بتفكر في الحاجه 100 مره قبل ما تعملها. عمرك ما هتشوف شخص متعلم اخلاقه بايظه، عمرك ما هتشوف شخص متعلم اخلاقه فاسده، عمرك ما هتشوف شخص متعلم بيعمل حاجه غلط، الا من رحم ربي. طبعا لكل قاعده شواذ. التيقن ان لهذا الكون صانع. مع كل اللي انت بتدرسه اكيد لازما هتمكن ان لكل هذا الكون صانع. عمر الكون دوت ما جه عن طريق محض الصدفه ولا اي حاجه من اللي هما بيقولوها ديت. هتستيقن ايقانا تاما ان لهذا الكون صانع. الحاجه الثالثه، العلم بيرفع قدر صاحبه. بمعنى هتلاقي كده اللي هو متعلم دايما في منطقته، في المكان اللي هو بيبقى فيه كده، زي قديما كده في الارياف، زي ما احنا كنا قرأنا يعني زي ما كنا درسنا تقريبا في الثانويه العامه في قصه طه حسين، اللي هو اللي بيتعلم دايما بتلاقيه مرفوع ومكانته مرفوعه ومحبوب من اهل القريه، واي حاجه بتحصل بيروحوا له لازما. ده هتلاقيه محبوب حتى في الفتره ديت. اللي متعلم واللي معاه علم وشخص محترم وصاحب اخلاق هتلاقيه محبوب من اهل المنطقه اللي هو فيها، بيحبوه بيحترموه بيقدروه، في اي مشكله ممكن يرجعوا له يسالوه فيها. الكلام ده ان ده شخص مهذب، شخص محترم، اخلاقه وعلمه صنعوه، وقبل هذا دينه صنعه. بس كده يا صديقي، يعني اقدر اقول لك ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. بس في حاجه كده هنتكلم فيها، عايز اقول لك عليها كده، اهداف لازما اي طالب علم او اي حد بيدرس يحطها قدامه. تمام؟ اول حاجه اللي انت تخلي نيتك خالصه لله سبحانه وتعالى. النيه بتاعتك تكون خالصه لربنا سبحانه وتعالى. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي انا والله انا بتعلم عشان 1 2 3 4. ايه هم 1 2 3 4؟ 1 اللي انا نيتي تكون خالصه لله سبحانه وتعالى. 2 الزواج. ده هدف نبيل، ده احد الاصدقاء كان قايلها لي يعني، وانا مش هقول اسمه في الفيديو. هو كان قايلها والصراحه هذا هدف نبيل اللي هو الزواج. 3 ان تصل لمنصب معين، منصب مرموق تقدر تساعد بيه اهلك، تقدر تساعد بيه قرايبك، تقدر تساعد بيه وطنك، تقدر تساعد بيه اي حد. وحط برضو ده في نيتك اللي انت تكون كده ايه والله ده انا. وبرضك النقطه الرابعه ديت مهمه جدا. تمام؟ انت تحط كده والله انا هوصل، انا عايز اوصل للمنصب الفلاني عشان اساعد والدي وافرحه، وكل دوت هذه النوايا انت بتؤجر عليها. الحاجه الرابعه وهي ان تنصر امتك، ودي طبعا من اهم الاشياء، دي من اهم الاهداف من انبلها. يعني الهدف نبيل كويس جدا ان انت تنصر امتك، ان تنصر دينك وتنصر امتك وتنصر كل حاجه عشان تساعدهم وكده. طبعا واقدر اقول لك ان احنا كده حاولنا نلخص احنا ليه بنتعلم وليه التعليم صعب، حاولنا نلخصها في فيديو كده ان شاء الله ما يكونش طويل. واسف برضك على الاطاله. واقدر اقول لك اللي انا احبك من كل قلبي يا صديقي بما انك وصلت لحد هنا، وشكرا ليك جدا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وكومنت كده جميل منك. ولو في موضوع عايزنا نتكلم فيه اكتبه تحت في التعليقات. كان في نقطة أنا كنت هنساها، الكتابين اللي أنا أنصحك بقراءتهم يعني عشان يفيدوك كطالب علم وكده. أولا شرح حلية طالب العلم، أو حلية طالب العلم الكتاب ذات نفسه اللي هتعرف تحصل عليه، هسيبهم لك في الديسكربشن. هشوف إذا كان مرخص اللي أنت بتنزله PDF ولا لأ. وكتاب مسلكيات للدكتور إبراهيم السقران، ده برضه كتاب جميل جدا. ولو عندك أي موضوع عايزنا نتكلم عليه سيب كومنت، وإن شاء الله هنتكلم عليه بإذن الله في أقرب وقت. وأقدر أقول لك سلام.